اتخذ السادات قرار الحرب بشكل نهائي يوم 26 من أكتوبر 1972. كان تنفيذ قرار الحرب يتطلب توافر 3 عناصر: التخطيط الدقيق والتفصيلي للعمليات، استكمال تسليح وتجهيز القوات المسلحة وتطويع الإمكانيات المتاحة بما يتمشى مع الخطة، والعنصر الثالث والرئيسي هو إعداد القوات المسلحة لتنفيذ خطة الهجوم ووضع الحلول العملية لكل المشكلات التي يمكن أن تواجهها. حصلت النكسة، رحت هيئة البحوث العسكرية على أساس أننا هنبتدي نفكر إزاي نعيد العبور إلى الضفة الشرقية للقناة واستعادة سيناء. كان موجود عندنا في هيئة البحوث عدد من المستشارين السوفيت على مستوى علمي عالي، اشتركت معاهم ووضعنا كتاب اسمه الهجوم مع الاقتحام المدبر لمانع مائي. كانت الفكرة هي فكرة قناة السويس، بس ما ذكرناهاش في الكتاب. كنا بنقول مانع مائي ومشاكله اللي هي مشاكل قناة السويس فعلا، وازاي نقدر نتسلسل في عملية العبور. لما الكتاب صدر، الفريق سعد الشاذلي رئيس أركان حرب القوات المسلحة أخذ الكتاب وقال أدخل في التفاصيل بحيث أنه يحدد فرقة مشاة بتعبر بأسلحة الدعم بتاعتها إزاي تسلسل عبورها. استمر تطوير هذه الخطة طبقا لنتائج التدريب العملي والتجربة والخطأ حتى تبلورت تماما، وتم إصدارها في شكل منشور لرئيس أركان القوات المسلحة حمل رقم 43. أود أن أقول أن التخطيط كان يشمل التفاصيل الدقيقة جدا. ماذا سيفعله كل جندي، اعتبارا من الجندي حتى قائد الفرقة. لم يكن الإعداد للتشكيلات كلها بيسير على نمط واحد. فتشكيلات النسق الأول كان يختلف في إعدادها عن تشكيلات النسق الثاني، تختلف عن التشكيلات التي كانت تعمل في الاحتياطيات الاستراتيجية. بمعنى أن الإعداد كان بيتوقف أساسا على المهام التي سوف تكلف بها هذه التشكيلات. أصبح المنشور 43 هو المرجع الرئيسي لتدريب القوات على برنامج العمليات المنتظر، وكان له الفضل في النجاح المذهل لعمليات اقتحام قناة السويس والاستيلاء على المواقع الحصينة في خط بارليف ومواجهة طيران ومدرعات العدو في المراحل الأولى للحرب. وعندما بدأت الحرب كان كل مقاتل يعرف مهمته بدقة وتدرب عليها وأتقنها.